keep them with me as long as possible, even if it meant just keeping a part of them. We are all evil in some form or another, are we not? هذا البرنامج لا ينصح تتبعه من طرف الجمهور الناشئ. هاي معكم يسرا، مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال الكرايم بالدارجة، بودكاست مغربي تناول لكم فيه على قصص جرائم واقعية دارت في العالم، من قصص معروفة بزاف القصص قتلة متسلسلين serial killers، القصص ما معروفاش بزاف. You have a serial killer living amongst us for 13 years? Who would have thought? Your son is the definition of what's known as a serial killer. I hate that. I know that's what they say. He was very misunderstood. Todd is not a monster. He's not even close to it. He wasn't doing it for enjoyment. He was doing it because he was mad and he was hurt. قبل ما نبدا الحلقة ديال اليوم وكيف ما العادة ضروري ندير لكم تحذير. اول حاجة انا ما تنأيدش هادشي اللي تنعاود لكم ولا تنشجع عليه. ثانيا القصص اللي تنعاود كاملين قصص واقعية، ما تزيدش تفاصيل من راسي، والمصادر تنخليها لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو للناس اللي تيتصنتوا على يوتيوب. سبوتيفاي ولا تيمكن الناس انهم ينوطيو لي بودكاست اللي تعجبوهم، فإلا تعجبكم البودكاست ديال الكرايم بالدارجة ما تنساوش تنقطوه على البلاتفورم، هادشي كيعاوني وكيشجعني باش نحط لكم حلقات جداد. ثالثا واخيرا في الحلقه ديال اليوم غادي نهضر فيها على مواضيع حساسه بزاف، من بينها اغتصاب، قتل، جرح وتعذيب. فالناس اللي حساسين لهاد المواضيع وما تيقدوش على هاد النوع ديال المحتوى تنصحكم توقفوا الحلقه هنا. اليوم غادي نرجعوا لبلاد الجرائم، الولايات الامريكيه المتحده، وغنمشيو لكارولاينا الجنوبيه او ساوث كارولاينا. شهر غشت 2006 كايلا براون حطات بوست فيسبوك تتقول فيه بلي تتقلب على خدمه، اي حاجه عندها علاقه بالاعمال اليدويه بحال الميناج، الصباغه والنجاره. شي صديق ديالها شاف البوست وقدمها لواحد السيد كيعرفو. هاد السيد ولا كيعيط لها فين ما كتكون شي فرصه ديال العمل. الصيف كامل وهي خدامه معاه، مره تدير الميناج في دارو، مره في الديور اللي كيكري، مره تخدم بريكولات في واحد الفيرما ديالو. نهار 31 غشت 2016 داك الشخص عيط ليها على شي بريكول في الفيرما ديالو وقال لها بلي الخدمه كثيره فتقد تحتاج مساعده. كيلا اللي كتبلغ من العمر 30 سنه قالتها لصاحبها تشارلز ديفيس كارفر المعروف بتشارلي واللي في عمره 32 سنه، وافق يمشي معها يعاونه. هذه ما غتكونش اول مره يدبروا فيها على بريكولات بجوج. من داك النهار ديال 31 غشت 2016 كيلا وتشارلي غادي يغبر ليهم الاثر، ما غيعاود يشوفهم حتى شي واحد. الا غد ليه الوالده ديال تشارلي اللي مولفه كتصيفط ليه الميساجات وكتجاوب هي وياه، عيات ما تصيفط في الميساج وتعيط ليه في التليفون ما تيجاوبش وتقلقات عليه حيت موالف كيجاوبها. واخا كان خدام في واحد الشركه اللي كيخدم بها بالصباغه وداكشي وما كيقدش انه يستعمل يديه باش يصيفط لها ميساجات، ففين ما كان كيرجع للدار كان كيجاوبها. باش تاكد بلي ولدها بخير عيطات لكيلا حيت عارفاهم عايشين مع بعضياتهم. ملي ما جاوباتهاش عيطت للسيد اللي كاري ليهم بجوج وقال ليه يمشي يشوف واش كاينين واش ما طرا لهم والو. مول داك المجمع السكني حل البرطمه ولقى روميو الكلب ديال كيلا بوحدو في الدار بلا ما ولا ماكلو. ملي عيط الامهات ديال تشارلي وكيلا بجوجاتهم غريبه بزاف. كيلا كان عزيز عليها الكلب ديالها، الا كانت عارفه راسها غادي تخرج ولا غتغيب لمده طويله كان ضروري انها تخلي ليه ما ياكل وما يشرب، بالاضافه انها ما كانتش كتخليه بوحدو لمده طويله اصلا. نهار 3 شتنبر وملي تاكدت العائله بلي ما بقاتش يجاوب حتى واحد تواصلوا مع الشرطه وبلغوا على الاختفاء ديال كيلا وتشارلز، وفي نفس الوقت طبعوا لافتات فيها صور ديالهم بداو يوزعوهم في الزنقه على امل انه شي واحد يتعرف عليهم. في الوقيته اللي العائله تيقلبوا تشارلي حط بوست على فيسبوك فيه صوره قديمه ديالو وديال كيلا وكتب فيها We are fine، حنا بخير. وفي الاسابيع اللي تبع الاختفاء ديالهم بقى تشارلي تيحط دي بوست فيسبوك، ولكن الناس اللي قرابين ليه كانوا عارفين بلي شي حاجه ماشي هي هذيك، وهذا الشيء لعده اسباب. ماشي هذيك هي الطريقه باش كيهضر ولا كيكتب اونلاين، وكاع التصاور اللي كان كيبارطاجي كانوا قدام، بالاضافه لانه كان تيبوستي كثر من المعتاد. شكو بلي شي حد كان كيتقمص الشخصيه ديال تشارلي على فيسبوك، حاجه اللي زادت من الهلع ديالهم.
المحققين اللي متبعين القضية ديال كيلا وتشارلي قدوا يحددوا آخر مكان كانوا فيه التليفونات ديالهم شاعلين قبل ما يغبر لهم الآثار، وقدوا يحصلوا على إذن تفتيش تيمكنهم من أنهم يدخلوا لديك البلاصة اللي جات فورفورد رود في وودراف كونها ملكية خاصة. هاد الكومباوند لاش مشاو هو أرض المساحة ديالها توصل 39 هكتار، وهي من ملكية واحد الشخص سميتو تود كولهاب. الشرطة اقتحموا المكان ومشاو تيقلبوا في هاد الأرض اللي كلها شجر بحال شي غابة كبيرة. بينما المحققين شدوا الطريق للدار ديال تشود في مور، مدينة صغيرة اللي كتبعد ب 12 كيلومتر على الكومباوند، باش يستجوبوه ويهضروا معاه. ملي غادي يوصلوا عند تود ويبداو يستجوبوه ما غاديش ينكر بلي كيعرف كيلا، وغادي يقول لهم بلي جات داك النهار خدمت واحد الساعة ومشات بحالها. في الوقيته اللي هو تيهضر غادي يبدا التليفون ديال واحد من المحققين تيصوني ويعاود ما غاديش يوقف. الفريق اللي مشاو تيقلبوا في الكومباوند غادي يلقاو واحد الشيبين كونتينر وما يسمى بالعربية الفصحى بحاوية شحن، واللي هما دوك الصناديق الكبيرة الأبعاد اللي تيتم فيها الشحن والتخزين المواد الخام أثناء عملية النقل، سواء عن طريق البحر ولا الجو ولا البر، القطار والشاحنات. فاش غادي يقربوا من الكونتينر غادي يسمعوا الدقان والغوات، وملي غيبغيو يحلوه غادي يلقاوه مسدود ب5 ديال القفولة كبار. غادي تكونوا شفتوا الفيديو اللي كدور في الانترنت ديال الطريقة باش حلوه وشنو لقاو لداخل. ملي غادي يحلوا الكونتينر غادي يتفاجئوا كيلا براون مقيدة من يديها ورجليها وعنقها وجالسة فوق واحد الفراش بحال شي حيوان، ظروف ماهيشة تتقطع القلب. It was pretty emotional, to say the least, when she was found, especially, you know, when she was chained like a dog. She had a chain around her neck. ملي غادي يسولوها على تشارلي. You know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him? Who did? Todd Colehep shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I've never seen him again. Okay. تتقول بلي تشارلي مات. تود أطلق عليه النار 3 المرات في صدره قبل ما يغطيه بواحد الغشا ويهزو في التراكتور ويسد عليها هي في الكونتينر، وهذه كانت آخر مرة غادي تشوفوا فيها. ولكن الاعتراف ديال كيلا ما غاديش يتوقف هنا. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and he says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're going to step you out, sweet. Because there's what? Red pepper. غادي تقول بلي على حساب أقوال تود فتشارلي مدفون في هذا الكومباوند بالإضافة لناس آخرين، وبلي واخا يجيبوا الكلاب يقلبوا ما غاديش يلقاو، حيت تود دار الفلفلة الحارة كونها تشتت الشم ديال الكلاب. باتصال بالمحققين اللي كانوا تيستجوبوا تود غادي يعلموهم بلي لقاو كيلا وغادي يعاودوا لهم هادشي اللي قالت. في انتظار الحصول على أدلة أخرى غادي يتم إلقاء القبض عليه على الفور. ولما يبدا الاستجواب ديالو فريق البحث والشرطة العلمية تيفليو الكومباوند بحثا على تشارلي وباقي الضحايا اللي عاودت عليهم كيلا. غادي يلقاو الطوموبيل ديال تشارلي مخبيه بالربيع باش ما تبانش في خرائط GPS. من بعد الاستجواب ديالو تود غادي يدل الشرطة على مكان دفن الجثة ديال تشارلي وغادي يقول لهم فين لقاو 2 ديال الجثث اخرين. هاد 2 ديال الجثث ديال كل من ميغان لي كوكسي اللي كان في عمرها 25 سنة وزوج ديالها جوني جو كوكسي اللي كان في عمره 29 سنة. ميغان وجوني اختفاو في دجنبر 2015 والأجسام ديالهم كانوا مدفونين في ديك الأرض أكثر من 11 شهر. لحسن الحظ الشرطة العلمية قدروا يتعرفوا عليهم بواسطة السنان ديالهم والوشام الكثيرة اللي كانت على الأجسام ديالهم. تود تيرف جوني برصاصة في راسو. من بعد ما على حسب الأقوال ديالو جوني حاول يجريسيه مر ما جابه هو وميغان يخدموا عنده. And that's when Johnny pulled a knife out and You shot. I shot. ميغان وجوني كان عندهم ماضي إدمان للمخدرات وكانوا بجوج تشدوا في الحبس من قبل، هو بسبب شي مدابزة مع البوليس وهي بسبب الإهمال ديال الطفل ديالها. مور ما خرجوا بقاو يجمعوا راسهم بداو تيقلبوا على بريكولات هنا ولهيه وتيدبروا على خدامين يومية باش يعيشوا. بالإضافة لهاد الضحايا كيلا قالت للشرطة ملي كانوا داينها في سيارة الإسعاف بلي تود قال ليها بلي هو الجاني اللي وراء واحد القضية قديمة، أما الشرطة ما قدروا يوصلوا للمجرم اللي قام بها. Did he ever tell you how many people he's killed out there? Story-wise, he told me about 4. He also told me that he walked into, a few years back, that he walked into a bike shop in Anderson and shot 4 people and left, and they never found out who did it. He liked to brag that he was a serial killer and a mass murderer. نرجعوا بالتاريخ لنهار 6 نوفمبر 2003. واحد الكليان دخل محل بيع الدراجات النارية باش يشري موتور
فإذا به يتفاجأ بأجسام ملقية على الأرض وكلها دمايات. الشرطة غيجيو لعين المكان وغادي يلقاو 4 ديال الناس مقتولين في داك المحل. سكوت بوندر مول المحل اللي كان في عمره 30 سنة، براين لوكاس 29 سنة اللي كان سيرفيس مانجر، كريس شالبرت ميكانيسيان اللي كانت في عمره 26 سنة، وبيفرلي غاي الأم ديال سكوت اللي كانت شادة لاكاس واللي كانت في عمرها 52 سنة. كلهم مقتولين بعدة طلقات رصاص. الشرطة ما لقاو حتى شي دليل يدلهم على شكون قام بهذه الجريمة، ومسرح الجريمة ما كان فيه حتى شي أثر حمض نووي، حتى حاجة ما تشفرات من المحل، لا الماطر لا الفلوس اللي كانوا في لاكاس. سهل على الشرطة أنهم يحصلوا تود إلى لقاو الجثث في الكومباوند، ولكن صعيب يربطوه بهذه الجريمة اللي طرات في تشيسني سنة 2003 بدون اعتراف. مقابل الاعتراف ديالو بالجرائم اللي قام بها، تود غادي يطلب أنه يهضر مع الأم ديالو ويعطيها واحد تصويره ويفيري شي فلوس للكونت ديال بنت واحد صاحبه. هاد الكونت مديور للكوليج فاند، أي مديور باش يمول الدراسة ديال هاد البنت ملي تكبر وتقد تمشي للجامعة. في اللقاء ديالو بالأم ديالو تود غادي يعترف ليها بكلشي. من بعد غادي يجلس مع الشرطة ويعترف ليهم بالجرائم اللي قام بها. غادي يعطيهم تفاصيل دقيقة ما عمرها ما تبارطاجات مع الصحافة أو الرأي العام بخصوص الجريمة اللي طرات في 2003، مما غادي يأكد أنه هو الجاني. الحاجة الوحيدة اللي غادي يبقى تيدخل ويخرج فيها في الهضرة هي اعتقاله الكيلو. غادي يبقى تينفي بأنه اغتصبها، وغادي يقول بلي على عكس الأقوال ديالها حبسها غير حيت ما عرف ما يدير بها. I didn't know what to do with it, man. One side I really wanted to drop her, the next side I kind of wanted to save her ass. كيلا كانت كتقول بلي تود تيقول ليها بلي انه ما تبعتش داكشي اللي قال، غادي تلقى نفس المصير ديال تشارلي وميغان وجوني، وكان تيوريها القبورات ديالهم باش يفكرها شنو تينتظرها الا ما سمعتلوش. غادي تقول بلي كان تيستغلها ويعتدي عليها جنسيا، وبلي ما كانتش كتدافع على راسها ولا تتحاول تهرب حيت كانت خايفه على الحياه ديالها. الا بغيتو تفرجوا في الفيديو ديال الاعتراف ديالو غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. غادي تشوفوا بلي تود كان ناشط مع راسو، تيضحك مع البوليس بحال راه واحد منهم. ديك الثقه الزائده اللي فكرتني في كامبر وكيفاش كان كيتعامل مع المحققين والطريقه باش كان كيعترف بالجرائم ديالو. شكون هو تود كولهاب؟ شنو هما التفاصيل ديال الجرائم ديالو؟ وشنو هما الدوافع اللي جعلته يقوم بها؟ فين هو اليوم؟ وعلاش تيحمل لقب قاتل امازون؟ بزاف ديال الاسئله غادي نحاول نجاوب عليها في الحلقه ديال اليوم، بطبيعه الحال بهدف اننا نفهموا ماشي نتفهموا هذا المجرم. تود كريستوفر سامسل تزاد نهار الأحد 7 مارس 1971 في ولاية فلوريدا. كانت في عمره 2 عام ملي طلقوا والديه، وحصلت الأم ديالو الاسم ديالها ريجينا على الحضانة ديالو ورحلت بهم لجورجيا. عمرها ب1 أي ملي كان في عمره 3 سنين ريجينا غادي تزوج بواحد السيد سميتو كارل. كارل غادي يتبنى تود قانونيا سنة 1976، من ما غادي يجعل تود يحمل الاسم العائلي ديالو كولهاب، بحالو بحال خوتو بجوج اللي غادي يكونوا نتيجة ديال هاد الزواج. تود غادي يكبر باش يولي طفل باسل وعصبي ما تيتفاهمش مع كارل. هادشي قد يكون راجع لكون تود كبر بعيد على الوالد البيولوجي ديالو. تود جراو عليه من الكشافة بسبب الشخصية ديالو الصاخبة والبسالة اللي كان كيديرها، ومع الأسف منذ الطفولة ديالو تود غادي يبدا يعذب ويقتل الحيوانات. من بين الأمثلة اللي لقيت هو أنه اعتدى على شي كلب وكب جافيل في الحوض ديال السمكة اللي كانت عندهم في الدار باش يقتلها. تود كان عنيف حتى مع الأطفال اللي كانوا قدو، لا اللي كيقراو معاه ولا ولاد الجيران. غادي يسد على واحد ولد الجيران في واحد القفص ديال الكلاب وغادي يبدا يقلبوه وهو تيموت بالضحك، بينما الدري تيبكي ومخلوع وتيحزر فيه باش يحل عليه. هذا غير مثال من السلوك ديال تود اللي غادي يجبد ليه صداع مع السلطات من بعد. فملي غادي يكون في عمره 9 سنين غادي يتم إرساله لمستشفى الأمراض العقلية باش يتلقى العلاج النفسي اللي محتاج، خصوصا من بعد محاولة وضع حد الحياة ديالو اللي بقت بالفشل. ملي قفل 10 سنين تود دار في راسو انه يمشي يعيش مع الوالد ديالو ويليام اللي ما شافش من نهار اللي طلقوا والديه وكان في عمره 2 عام. لمدة 8 سنين تود كان تيبني صورة مثالية للوالد ديالو، وكان تيظن بأن حياته كانت غتكون مختلفة كون عاش معاه من صغر بلاصة ما يمشي يعيش مع امه. ريجينا خلاتو يمشي يدوز الصيف عند ويليام حيت ما بغاش ينسى الموضوع، وهددها بانه يوضع حد لحياته الا ما خلاتوش.
تود مشى لأريزونا عند باه وصدق عايش معاه عامين ماشي غير مدوز الصيف. الوالد ديالو كان من قدماء المحاربين وكان حال غيستورون في مدينة صغيرة. ملي غيمشي يعيش معاه تود غادي يعجبو الحال في الأول، ولكن مع الوقت غادي يبغي يرجع يعيش مع مو، حيت باه كان عطيها غير المصاحبة والسفر والزهو وتيخليه بوحدو لأيام. ملي غادي يبغي يجي مو غادي تقول له يبقى مع باه. وفي تحاليل وتقارير عدة علماء النفس فمن السهل أن الطفل يكبر عنيف إلا حسب النفور ديال والديه منه، سواء الأب ولا الأم، وفي الحالة ديال تود بجوج. تود المراهق لقى راسو منبود من والديه بجوج. فاش دار 15 سنة غادي يولي تيبغي واحد بنت الجيران اللي صغر منه بعام، وكيحاول يتقرب منها ويطلبها تخرج معاه، ولكنها كان ديما كترفض كونها كانت في واحد الدري اخر اللي كان كيقرا معاه حتى هما في المدرسه. كوليب ما تقبلش انها تقمعو. وواحد الليله ملي عرف والديها ما كاينينش في الدار هز المسدس ديال باه وقصد دارها. كان ديك الساعه حاضي خوتها الصغار حيت والديها كانوا خارجين. تسناها حتى كانت بوحدها، وقف عليها بمسدس وقال لها تمشي معاه للدار ولا يقتلها هي وخوتها. داها لبيتو، ربط ليها يديها، دار ليها سكوتش على فمها واغتصبها. ملي عرف راسو شنو دار تود بدا تيفكر بصوت عالي، تيسول راسو واش يقتلها ولا شنو يدير. ملي سمعتو تيهضر مع راسو وعدتو بانها ما غادي تعاود والو لدارهم، وبلي ملي غادي يسولوها فين كانت غادي يقول لهم بلي جا عندها تود طلبها تقلب معاه الكلب ديالو اللي تلف. ومشاو تيقلبوا ونساو راسهم وما شافوش الوقت كيدوز. صافي اتفق معها وخلاها ترجع لدارها. ملي رجعت للدار لقات البوليس كيتسناوها. خوها الصغير كيعرف يعيط ل 911. ملي ساتلات وتقلق عيط للشرطه وقال لهم بلي ما لقاهاش. اعترفات للشرطه بشنو طرا، وملي مشاو عنده للدار لقاوه باقي هاز داك المسدس. كولهاب تم ادراجه في اصلاحيه، ما يعتبر سجن ديال القاصرين، فين كان تيخضع لتتبع نفسي في انتظار المحاكمه ديالو. ملي دار 16 عام تم المحاكمه ديالو كشخص بالغ ب 15 سنه في السجن بتهمه الاختطاف والاغتصاب والاعتداء على قاصر. الوقيته اللي دوزتو في الحبس استغلها باش يبني حياه جديده. قرا عن بعد وتخرج بدبلوم في كمبيوتر ساينس. ملي خرج من الحبس في 2001 مشى يسكن مع مو ريجينا في ساوث كارولاينا، وبدا يخدم كجرافيك ديزاينر قبل ما يسكن بوحدو. دابا اللي ولا مستقر ومستقل ماديا قرر يحقق واحد من الاحلام ديالو، وهو انه يشتري موتور. وفي شهر ابريل 2003 مشى المحل ديال الدراجات الناريه اللي في تشيسني واشترى موتور سوزوكي جي اس اكس 713. مع الاسف تود غادي يكتشف بلي شرا موتور صعيب عليه وبلي خاصو يتعلم شي موديل اخر قبل ما يقد يسوق هاد سوزوكي. فرجع للمحل فين شراه طلبهم يبدلوه ليه بشي موديل سهل يتعلم فيه، ولكن رفضوا وما هضروش معاه مزيان على حسب الاقوال ديالو. ومن بعد شي ايامات ديما على حسب الاقوال ديالو فالموتور تشفر. كونهم ضحكوا عليه ملي مشى للمحل وحس بالشمته شك بلي هادوك اللي باعوا ليه الموتور هما اللي شفروه، وبالتالي كولهاب بدا يخطط للانتقام ديالو. ولا تيمشي للمحل بزاف حتى تعرف على كاع الناس اللي خدامين فيه. واللي زاد عصبو حسب الاقوال ديالو هو انه غير مازال تاكد بانهم ما مربينش وتيهضروا خايب في ظهر الكليان. بعد مرور اشهر وبالضبط نهار 6 نوفمبر 2003 تود مشى للمحل وقصد واحد الموتور سوزوكي كاتانا 600 وبدا يسولهم عليه بحال باغي يشريه، حيت ملي دخل لقى بزاف ديال الكليان وهو اول يلقى الدنيا خاويه. فبدا يتسنى بنادم يشري داكشي اللي جا ويمشي بحاله. ملي مشى كلشي تود هضر مع الميكانيسيان باش يوجد ليه الموتور اللي بغى يشري، ودار ليغات ديالو وتيرا في كريس في الكراج. كريس هو الميكانيسيان. خرج لوسط المحل ولقى مت سكوت اللي في الاصل ما كانش شخصها تكون تما داك النهار. تيرا فيها حتى هي وقتلها. وراها تيرا في براين وسكوت اللي كانوا تيجريو باش يخرجوا من المحل. هادشي كامل على حسب الاقوال ديالو في قل من 30 ثانيه، حاجه اللي كيفتخر بها تود. والدليل انه قال من بعد المحققين اللي كانوا تيستجوبوه كون شفتوني كون كنتو فخورين بيا. I cleared it in under 30 seconds. You what now? I cleared that building in under 30 seconds. You guys would have been proud. I'm sorry, but you guys would have been proud. تود قتلهم بكل برودة ما حسب والو. فملي سالو رجع دار عليهم كاملين وتيرا فيهم باش تأكد بلي ماتوا. هز طونوبيلتو ومشى للدار وتخلص من أداة الجريمة وأي حاجة كتربطو بهاد الواقعة. غادي نحل واحد المزدوجتين بلي في الوقيته اللي كان تود عايش فيها حياته والبوليس كيقلبوا على شكون اللي قام بديك الجريمه
بداو تيتعمقوا في الحياة الزوجية ديال سكوت اللي هو مول المحل، وبداو تيشكوا في الزوجة ديالو اللي كانت حاملة ب7 شهور ملي مات. وحيد شي حد في اللابو غلط في السميات ديال القراي اللي فيهم الدم ديال سكوت وديال صاحبه براين. الشرطة بدات تسحب ليهم باللي مرات سكوت كانت تخونو مع براين وولدات منه، حيت ملي داروا التيست ديال الحمض النووي ديال الطفل لقاوه باللي ماشي بحال هذاك اللي كيسحب ليهم هو ديال سكوت واللي كان في الاصل ديال براين. ما عرفتش واش فهمتوا شنو بغيت نقول. مرات سكوت بقات متشبته بحقيقه انها عمرها ما خانت الزوج ديالها، وبلي البيبي اللي ولدات هو ولد سكوت من غير الا بدلوه ليها في السبيطار. لحسن الحظ واخا معطلين الشرطه اكتشفوا الخطا اللي داروا واعتذروا ليها، ولكن احتفت الفوت. كانوا ركزوا المجهودات ديالهم على هذه النظريه لدرجه ما بقاش عندهم الموارد الكافيه باش يكملوا، بالاضافه لانه هذا الخطا اللي قاموا به خرج على حياه شخص بريء. نشدوا المزدوجتين. من بعد ديك الحادثه بمده تود كمل حياته، خرج من خدمته وبدا يقرا في جرينفيل تكنيكال كوليدج قبل ما يدير انتقال لجامعه ساوث كارولاينا فين تخصص في دراسه الاعمال اي البيزنس. تود كان كيقرا ومركز على المستقبل ديالو، بدا تيوجد باش يحل البيزنس ديالو وتيدرب باش يدوز بيرمي ديال بيلوت. اي شخص ما سمعش بالجرائم اللي قام بها من بعد يقدر يجيه تود كمثال سجين اللي تعلم من الخطا ديالو وقرر يغير حياته. ولكن مع الاسف غريزه القتل رجعت. فاش كان تود باغي يشري اللوكال فين غادي يدير الشركه ديالو كان خاصو شي اوراق اداريه بحال داكشي ديال حسن السيره وكذا، وكان عارف بلي الجريمه اللي ارتكبها سنه 1986 غادي دير ليه العصا رويضه. ناض كتب رساله لهذوك المسؤولين تيشرح فيها القصه بطريقه اخرى وتيقول بلي كان مظلوم وما بغاش هذا الخطا ياثر ليه على حياته. العجيب في الامر هما انهم قبلوا الرساله ديالو وعطاوه الوراق اللي خاصينه. تود كمل قرايته ومشى خدم في شركه ديال العقارات، وكان من اوائل الوكلاء المبتدئين. كان تيعرف يهضر مع الناس ويبيع ليهم. واخا كان ناجح في هاد الشركه تود كان كيجري باش يدير البيزنس ديالو كي قلت لكم من قبل باش يكون هو الباص. سنه 2008 دار شركه ديال العقار سماها TKA مختصر تود كولهيب اند اسوسييتس، وخدم اكثر من 10 ديال الناس. المشروع ديالو كان ناجح، كلشي كان تيشكرو سواء الكليان ولا الناس اللي خدامين معاه. هادشي دام حتى سنه 2014 فين غادي يتغير تماما. غادي يبدا يفشر على الناس اللي خدامين عنده وبدا يقول لهم بلي السميه ديالو كاينه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسيه اي sex offenders registry، وبلي تيكوليكسيوني المسدسات. والحاجه اللي غادي تزيد تزعج الموظفين ديالو هو انه غادي يبدا يتفرج في افلام اباحيه في مكان العمل. ديك الوقيته تود بحال بدا يحس بلي خصو يعترف بداكشي اللي دار، ولكن غير الرأي ديالو في اخر لحظه. وفي محاوله منه انه يبتعد على الناس غادي يشري ديك الارض ديال 39 هكتار وغادي يدورها بالكرياج ويبدا تيلهي راسو فيها باش يعيا باش ما يفكرش بزاف. طلع هادي صبغ هادي بني هادي، كانه في الداخل ديالو كانت عنده رغبه انه الطود الحقيقي ما يعاودش يرجع. والله اعلم، يمكن كان تيقلب غير على ما كان يقوم فيه بالجرائم ديالو بلا ما يحصلوه. في نفس هاد سنه 2014 تود غادي يبدا يبوستي ريفيوز اي اراء ديالو على لي برودوي اللي تيشري من امازون. غادي تقولوا لي شنو الفائده من هاد المعلومه؟ بزاف ديال الناس تيخليو لي زافي على لي برودوي اللي كيشريو في الانترنت. الفرق ما بين كولهيب وباقي الناس هو انه بحال بزاف ديال القتله كان تيعجبو يهضر على داكشي اللي دار وتيبغي انه يكون مركز الاهتمام. وهاد لي زافي ديالو كانوا مختلفين على لي زافي العاديين، كونه كان تيحط ادله على الرغبات ديالو وشنو كان تيوجد. مثال لهادشي واحد الراي كان بوسطه من بعد ما شرا مجرفه صغيره تتطوى اي بالك كتطوى تيحفروا بها الارض. Keep in the car when you have to hide the bodies and left the full-size shovel at home. الترجمة ديالها هي أنك ممكن تخليها في الكوفر ديال طوموبيلتك، قد تحتاجها إلا بغيتي تحفر فين تخبي أجسام الضحايا ديالك. هذا غير مثال من بزاف، ولي زافي ديالو غتلقاوهم سو انترنت. ولكن أي واحد تيقرا هاد الآراء في أمازون قدو يجيو غير طنز وما ياخدهمش على محمل الجد. هذا الله الناس اللي مطلعينها سو انترنت. السمعة ديال تود بقات غادا وتتدهور، والهضره على المعامله ديالو وشنو كان تيدير في البيرو بدات تنتشر. شي منافس ديال الشركه وصلته الهضره على الاسلحه اللي كان تيمتلك تود وعلى الماضي ديالو، فتواصل مع الكليان ديالو وقال لهم هادشي. قلت لكم من قبل بلي الحاله ديال تود كانت غادا وكتدهور، فتما فين زادت رجع تيتعصب دغيا وبحال بدا تيبان ليه بلي كاع داكشي اللي بنو غادي يختفي.
سنة 2015 تود ولا تيمشي لواحد القهوة. مع الوقت السربايات بداو تيخافوا منه وتيفيتيوه، وخا تيدور مزيان كان تيطلبهم يمشيو معاه للدار تيتعامل معاهم بواحد الطريقة خايبة. في ديك القهوة غادي تعرف على ميغان كوكسي اللي كانوا عندها سوابق وكانت محتاجة فلوس. غادي يقترح عليها انها تجي تخدم عنده هي وراجلها، يبداو يجيو ينظفوا دوك الديور اللي كيكري هو عن طريق الشركة ديالو. غادي يقول لهم يمشيو للكومباوند ديالو باش يهزوا الماتيريال ديال التنظيف اللي محتاجين ليه. وداك النهار على حسب ما قال تود، جوني كان كيتسنى غير يدور وجهه باش يحل الكراج وهو يجبد عليه موس وبغى يشفرو ولا يهددو بالقتل، ما واضحش. انا شخصيا ما تنظنش باللي هادشي بصح، حيت الا جيتو غير تقارنوا ما بين البنيه الجسديه ديال تود اللي كبير وعامر مع جوني، بالاضافه لهاد السيد براني جاي عنده يخدم ما عارف شنو كاين في داك الكومباوند، شنو تود مخبي ولا ما مخبيش، واش عنده سلاح ولا ما عندوش، اللي يجي غير هكاك ويهددو، حسب تود هذا هو السبب اللي جعلو يتيري في جوني. السؤال هو الا كان هادشي اللي قال تود صحيح، علاش ما بلغ الشرطه؟ ياك في دارو وتيرا فيه دفاع عن النفس، وكان عارف بلي ميغان كانت مدمنه على المخدرات وعندها سوابق، بالمقارنه معاه اللي كيعتبر نفسه ناجح في حياته وعنده فلوس باش يجيب محامي وباش يدعيهم. تود قال بلي في ديك اللحظه ما عرف ما يدير، ما بغاش يقتل ميغان وما بغاش يطلقها تمشي، فحبسها في داك الكونتينر اللي حبس فيه كيلا. من بعد ميغان ماشي من داك النوع اللي غيسكت ليه ولا يسمع له لهضرته، وبعد المصادر تتقول بلي حيت كانت مبليه بدات تحس بالنقص وهذا الشيء زاد التمرد ديالها. من بعد اسبوع على قتل جوني واكتشاف تود بلي ميغان ما غاديش تسمع ليه ولا تولي اسيره جنسيه اللي كان كيتمناها تكون، وكونها حاولت انها تشعل العافيه 2 مرات في الكونتينر، غادي يخرجها منه ويتيري فيها برصاصه في الراس ويدفنها حتى رجلها. مور ما قتلهم بجوج رجعت الرغبه ديالو القويه في القتل، وهي فين غادي تربس بكيلا والباقي راكم عارفينه. نفس السيناريو تعاود وتود تيعاود نفس الكذبه، وتيقول بلي تشارلي كان تيهضر مع كيلا مور ظهرو وقال لها شوف هاد السيد ملعق غادي نحاولوا نشفروه. كيلا غادي تولي سجينه ديال تود وغادي يبدا يهددها ويوريها القبورة ديال الناس اللي قتل باش ما تفكرش تهرب. غادي يبدا يخرجها من الكونتينر للكراج باش تاكل وتلبي الرغبات الجنسيه ديالو. تود كان تيظن بلي كيلا كانت تدير داكشي اللي تيطلب منها بخاطرها وحيت بغات، وغادي يقول بلي عمرو ما بزز عليها شي حاجه، ودابا شي واحد قتل الحبيب ديالك وناس اخرين، وتيعاود ليك على الجرائم ديالو وتيمعني بلي الا ما بقاش عنده منفعه بيك غادي يقتلك. هادشي ماشي تهديد. كيلا كانت تحاول تبقى على قيد الحياه. نهار 29 ماي 2017 تود وافق انه يعترف بالجرائم اللي قام بها امام القاضي، بمقابل انه ما يتحكمش عليه بالاعدام، وبالتالي تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياه. تود كان انسان نرجسي، كان يعجبو يكون الاهتمام عليه، وهذا الرغبه في الاهتمام ديالو غادي تجعلو انه يعترف بجرائم اخرى اللي ليومنا هذا مازال ما تمش الاثبات ديالها، خصوصا المقتل ديال واحد 2 ديال الناس اللي واخا مشاو البوليس قلبوا على الاجسام فين قال لهم كاينين ما لقاوهمش، فبالتالي الشرطه فقدوا فيه الامل. وملي الشرطه ما يبقاوش يسمعوا ليه غادي يتقرب من الصحافه وغادي يحاول يقول لهم باللي ما قتلش غير 7 الناس، قتل كتر، ما عطيش رقم بالضبط. ديك الرغبه ديالو انه الناس يهتموا به والقضيه ديالو ما تنساش، والله اعلم يمكن بصح ما عندنا باش نعرفه. في الجريمه اللي ارتكب تود في 2003 الشرطه استعانوا بالخبير جون اي دوغلاس، الا تفرجتوا في مايند هانتر غتعرفوا على من كنهضر، باش يدير البروفايل ديال المجرم ويعاونهم على التعرف عليه. هادشي شحال هادي ملي كانوا مازال ما عرفوش بلي تود اللي دار هادشي، وداكشي اللي قال صدق مطابق للبروفيل ديال تود. شخص عصبي ما عندوش شي شهوه في القتل، بل حس براسو تظلم في داك المحل فقرر انه ينتقم، وهادشي اللي كيحاول تود انه يجستيفي به الجرائم ديالو. في الكتاب ديالو The Killer Across the Table اللي تنصحكم تقراوه، جون تيهضر على واحد الرسائل اللي دارت ما بين تود وواحد الصحفيه بدات تتحقق على القضيه ديالو. في احدى الرسائل تيقول بلي اول جريمه قام بها كانت ملي كان في عمره 14 سنه، وبلي ماشي هي ديك جريمه الاغتصاب. وقال بلي كان تيرى في شي حد دفاعا على واحد الصديق ديالو، داك الشخص كان في شي غانغ وتعداو على صاحبه بطريقه او باخرى وتيرى فيه وهرب، ما عرفش شنو طرا لداك الشخص حيت كان في الطوموبيل، او كثرت الخلعه مشى لاح المسدس في واحد المزبله في واحد الزنقه. هاد الاقوال ما عمر ما تم التاكيد ديالها. تود كيتعتبر قاتل جماعي وقاتل متسلسل. قاتل جماعي لانه قام بديك الجريمه في 2003، وقاتل متسلسل لانه قتل 4 ديال الناس تقريبا نفس الطريقه تقريبا نفس الاسباب.
اللي وصلتوا حتى لهنا ما تنسوش انكم تبارطاجيو معايا الراي ديالكم. واش في نظركم باقين ضحايا ديال طود في شي بلايص مازال ما عرفناهمش، ولا غير تيهدر خوفا انه الناس ينساوه؟ تنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. نتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. الا بغيتو تزيدوا تعرفوا على هذه القصه وتزيدوا تعمقوا في الشخصيه ديال طاد والعائله ديالو والحياه ديالو، غادي نخلي لكم بطبيعه الحال المصادر اللي استعملت في الحلقه ومصادر اخرى اللي تقدروا تقراو وتفرجوا فيها. باي.